فلوس كتير يا رب، فلوس كتير قوي، وبيت كبير، فيلا كبيرة قوي، وعربية مرسيدس، وأصيف في الساحل. عايز الحاجات دي كلها وفي يوم الآخرة؟ تعالى الفيديو ده عشانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من مسيحية سابقة وأبهرني في الإسلام، ويلا نبدأ الحلقة. بس قبل ما أبدأ الحلقة، الأرقام وحشة قوي قوي قوي. هل ده لأن انتوا سايبين الفيديوهات بتاعتي وبتتفرجوا على كأس العالم؟ طب أنا ما قلتلكوش ما تتفرجوش، بس تتفرجوا على فيديوهاتي كمان بعد ما تخلصوا الماتشات. ولا هو كأس العالم حلو وفيديوهات سليمة وحشة؟ تنساش لو عجب الفيديو هنعمل لايك، واللي مش مشترك يشترك، الارقام وحشة جدا. ولايكات كتير وكومنتات كتير، ويلا نبدأ الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. كنت فاكرة اني عشان تدعي ربنا سبحانه وتعالى لازم تقول دعوات كتير قوي وطويلة قوي وكلام كتير. لكن بعد ما اسلمت اكتشفت ان في دعاء بسيط جدا جدا جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان بيكثر منه. والدعاء ده جمع كل خير ممكن الإنسان يتمناه في الدنيا والآخرة. لو نفسك في رزق، صحة، وراحة بال، ذرية صالحة، توفيق، جنة، نجاة من النار، الفيديو ده علشانك. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وهو أعلم باحتياجاتنا. احنا طول الوقت بندعي يا رب ارزقني، يا رب اشفيني، يا رب فرج همي، يا رب وفق ولادي. كل دي أدعية جميلة جدا، ربنا يتقبل منا جميعا ويستجيب الدعاء. لكن هل تعرف إن الدعاء ده في دعاء واحد جمع كل الخير ده؟ والدعاء ده ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن الكريم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني آية صغنططة جدا جدا جدا، لكن معناها عظيم جدا جدا جدا. ايه هي الحسنة اللي في الدنيا؟ لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، ايه هي الحسنة اللي في الدنيا؟ انت كأنك بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى كل الخير اللي ممكن يخطر على بالك. الحسنة في الدنيا ممكن تكون رزق حلال، بيت مستور، زوج أو زوجة صالحة، أولاد صالحين، راحة نفسية، بركة في العمر، صحبة صالحة، هداية، توفيق، ستر، فلوس كتير، عربية مرسيدس، كل ده. يعني بدل ما تقعد تعدد في طلباتك، ربنا علمك دعاء يشمل الخير كله. طيب والحسنة في الآخرة؟ لما تقول وفي الآخرة حسنة، فأنت بتطلب رضا الله سبحانه وتعالى، رضا ربنا سبحانه وتعالى، مغفرة من الذنوب، ثبات عند الموت، جنة الفردوس. يعني أعظم نعيم ينتظر المؤمن. وقنا عذاب النار. لما تختم الدعاء بأغلى طلب على المؤمن، هو قنا عذاب النار. لأن مهما الإنسان جمع في خير الدنيا، لو خسرت آخرتك يبقى خسرت كل حاجة. عشان كده الدعاء ده بدأ بالدنيا وختم بالنجاة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكثر من الدعاء ده، من جمال الدعاء ده. لأن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أفضل الأدعية. مش شرط تكون طويلة، ولكن تكون خارجة من القلب. اتعلم وردده وكرره في يومك. ازاي تطبق الدعاء ده في حياتك؟ خليه بعد كل صلاة، بعد كل صلاة قول الدعاء، ادعي بيه في السجود، ردده بين الأذان والإقامة، ادعي بيه وانت مسافر، ادعي وانت صايم، وفي آخر ساعة في يوم الجمعة، وقبل النوم. هتلاقي نفسك مع الوقت اتعلقت بيه وحفظته وبقيته بتكرره على طول. خليه ورد في حياتك، ورد في يومك موجود. اوعى تفتكر ان الدعاء لو اتأخر يبقى ربنا مش سمع. لا، ربنا سمعك من قبل ما تتكلم، لكن الإجابة ليها وقتها.
اللي ربنا سبحانه وتعالى عارف هي امتى وليه، لحكمة. واحيانا الدعاء بيتحقق فورا، واحيانا تانية ربنا بيأخره، او يمكن يصرف عنك بلاء، واحيانا بيأخره لأجر يوم القيامة، تاخد بالأجر. عشان كده عمر المؤمن ما ييأس. ادعي، ادعي على طول، وخليك متأكد وواثق إن دعوتك يا هتستجاب، يا هتصرف عنك بلاء، يا هتاخد بيها أجر. كده كده أنت مستفيد. دعائك ما بيروحش، دعائك ربنا سمعه. لو نفسك في خير الدنيا وفي خير الآخرة، خلي الدعاء ده صاحبك في يومك كل يوم. صاحب الدعاء. عارف صاحبك الغلس اللي قاعد جنبك كده لازق فيك على طول؟ انا عايزاك تبقى الصاحب الغلس ده اللي ماسك في الدعاء. ادعي وقلبك حاضر، واحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، واعمل بالاسباب، وثق ان ربنا ارحم بيك من نفسك، لا ومن امك كمان. شفت امك بتحبك قد ايه؟ ربنا بيحبك اكتر. وفي النهاية لو الفيديو عجبك متنساش تكتب تعليق، واكتب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنسوش تعملوا لايك للقناة ولايك للفيديو، واشتراكات كتير، لايكات كتير، لان الارقام حقيقي وحشة قوي 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 قوي، مزعلاني. انا عارفة ان بسبب كاس العالم بس، وبعدين انا ما بقدمش ماتشات كورة هنا، اعمل ايه؟ اشوفكم على خير، ودي مش نهاية الفيديو، دي بداية الرحلة، وبكرة رحلة جديدة ان شاء الله. استنوني، اشوفكم على خير. سلام.